هاد الفيلم كيبدا مع هاد الولد الصغير في الهند اللي عاجبو الحال، هو كيلعب مع هاد الفراشات، وواحد شويه عيط عليه خوه الكبير باش يسلتو في التران ويسرقوا الفحم باش يمشيو للسوق يبيعوه. ومن بعد ما ركبوا خداو شويه د الفحم وباعوه في السوق، شراو شي بركه ديال اللبن من السوق. وحيت هما فقراء بزاف، الدري الصغير شاف واحد الشباكيه معسله وريوغو طاحوا عليه، ولكن خوه اللي سميتو بودا جرو من يدو قال له باللي ما عندناش الفلوس باش نشريها لك، ووعدوا باللي غير يرجعوا للسوق مره اخرى يشري له الحلوى اللي تشهى. وملي وصلوا للدار لقاو امهم كتسناه وعطاوها هذيك الميكه ديال اللبن وفرقاتها عليهم في الكيسان وهما كيشربوا. الولد الصغير شاف مو ما شاط ليها والو مسكينه، يلاه شرب شي شويه من الكاس ديالو بغى يعطي لمو تشرب، والام مسكينه جاوباتو باللي هي يلاه شربات وما فيها ما يزيد. وواحد اللحظه الام وصلت الوقت ديال الخدمه ديالها وطلبات من بودا الولد الكبير باش يرد البال لخوتو. داز شويه ديال الوقت وبودا حتى هو وصل الوقت ديال الخدمه ديالو، والولد الصغير اللي سميتو سارو بدا كيطلب في خوه باش يديه معاه للخدمه، ولكن بودا جاوبو باللي هو مازال صغير وما يقدرش على الخدمه. وتما سارو تحمس وبدا كيستعرض في العضلات ديالو وكيهز في الكراسه باش يبين لبودا باللي هو صحيح. وبودا ملي شاف خوه لاصق قال له صافي نوض يلا تمشي معايا، وشدوا البيكالا ديالهم ووصلوا لاكار باش من تما يطلعوا للتران. وملي ركبوا سارو تكا على الصدر ديال خوه ونعس، وملي وصلوا هبطوا من التران والولد الصغير نعس على الكرسي وبودا معطل بزاف، عيا ما يفيق فيه. ملي ما بغاش يفيق خلاه ومشى تيرجع لعنده وبقى كيوصي فيه باش ما يتحركش من بلاصتو. سارو وصى خوه قال له ملي تكون جاي جيب لي معاك هذيك الحلوى، وقال له خوه صافي غير كون هاني، غير انت ما تتحركش من هاد البلاصه. سارو ملي شبع نعاس ناض كيشوف لقى المحطه خاويه بقى بوحدو فيها، وحتى خوه تعطل عليه بزاف. وسارو كيدور في المحطه وكيقلب على خوه ما لقاهش، طلع لواحد القطار واقف وداتو عينو، ملي فتح عينو لقى القطار غادي وهو يمشي كيجري كيحاول يفتح الباب باش ينزل، ولكن الباب كان مسدود مزيان. شويه سارو خاف ومشى بقى كيتفرج من السرجم، وفي كل مره القطار كيوصل لشي لاكار كيبدا يطلب في بنادم باش يهبطوه من تما، والناس ما فاهمين والو علاش هاد الولد كيغوت. وملي فقد الامل تسكا وبقى كياكل في واحد التفاحه كانت معاه. ومن بعد شويه د الوقت القطار غادي يوقف في واحد المحطه وبقى كيدفع في الناس اللي مزاحمين حتى قدر يخرج من بيناتهم، وتعلق في واحد البوطو كيعيط على مو خوه يجيو لعنده. وواحد شويه قدر يوصل للبيرو ديال التذاكر وبقى كيحاول مسكين يفهمهم باللي هو تالف على عائلته، ولكن مع الاسف ما فهموش اللهجه باش كيهضر. وشاف واحد البنت متشرده في لاكار وتبعها وداتو عند واحد المجموعه ديال الدراري مجموعين وعطاوه شي كارطونه ينعس معاهم، وبالليل هما ناعسين شي عصابه جاو باش يخطفوا هذوك الدراري، وصاروا بحال النمس قدر يهرب من بيناتهم. وداز من حدا واحد البوليسي اللي حاضر على هاد الواقعه وما تسوقش ليهم، وبقى غير غادي حتى وصل لواحد المعبد عامر بالخيرات وما كاين لك غير الدجاج المحمر في هاد المعبد، والبرهوش بقى غير كيدخل في وجهه بقوه الجوع اللي فيه. موراها مشى كيتسارى يتعرف على المدينه، وشويه تلاقى مع واحد البنت اللي طلعت كتهضر بنفس اللهجه اللي كيهضر بها هو. شداتو هاد البنت وداتو معها للدار، غسلات له ولبساتو حوايج جداد ولقاتو مع هاد الموسطاج. قالت له غير كون هاني هاد الموسطاج غادي يوصلك حتى لداركم، وكيف قلت لكم الدري بحال النمس مرتاحش لهاد الموسطاج، خلى خيتي ملاهيه معاه كتهضر معاه واستغل الفرصه وعلق، خرج للزنقه وشتا خيط من السما ومشى لهاد البلاصه وتكا فيها، وبقى كيفكر ملي مو كانت كتعنق فيه. وصاروا موراها بقى كيتعلم يجمع البلاستيك ويبيعو. وشويه بانت له واحد المعلقه ومشى هزها وتقابل مع واحد المطعم قريب وشاف تما واحد الولد كياكل وبدا كيشوف فيه وكيقلدو. الشاب ملي شاف صارو بقى فيه ومشى عنده بدا كيسول فيه، وملي عرف قصته قرر يديه عند البوليس باش يعاونوه. والبوليس بداو كيحاولوا يفهموا منه اي حاجه باش يوصلوا للعنوان ديال دارهم، ولكن للاسف ما قشروا منه حتى لعبه. وجا واحد البوليس يضرب له واحد الفوطو باش يحطها في الجورنال ويكتب عليها طفل ضائع، وموراها ما طلقوش في الزنقه وداوه لهاد الخيريه حتى يبانوا والديه. في الخيريه مشاو كياكلوا تلاقى مع هاد البنت اللي سميتها انيتا، وقالت له هاد الناس اللي خدامين هنا حضي راسك منهم مزيان حيت كيتعاملوا مع الدراري خايب. وموراها المديره ديال الخيريه عيطات عليه وقالت له حنا درنا اللي خاصو يدار ونشرنا التصاور ديالك وشافوهم بزاف ديال الناس، ولكن والو ما بانوش عائلته. وصاروا مسكين حس باللي غادي يبقى حياته كامله هنا. وقالت له المديره باللي عندها واحد الخبر غادي يفرح، قالت له باللي كاينه واحد العائله من استراليا باغيين يتبناو. ومسكين صاروا رجع عند هذيك البنت وبقى كيسول فيها. انيتا قالت له باللي عندك الزهر حيت استراليا بلاصه زوينه بزاف وغادي تعيش تما مزيان. وموراها ملي وافق بقاو كيحاولوا يعلموه شويه ديال اللونجلي وكيدربوه باش ياكل بالفورشيط. والمديره داتو معاها وركبوا في الطياره غادي لاستراليا. ملي طلع للطياره باغي غير يرجع لمو حزين، عنده حلم واحد هو يرجع لمو صافي. ملي وصلوا لاستراليا داتو المديره يشوف والديه الجداد وكانوا فرحانين به بزاف وهو كان باين عليه الحزن. صافي موراها هزوه معاهم في الطوموبيل ورجعوا لدارهم. ملي دخلوا للدار صاروا غير حال فمو كيدور في عينيه وشاف الثلاجه فتحها وبدا كيشوف شنو كاين فيها لداخل، وداوه باش ياكل معاهم في الطابله. امو ما قداها فرحه بولدها الجديد وشداتو من يدو داتو
خواتو باش تعاومو، وبقات كتهضر معاه في الحمام وقالت له باللي باينه دوزتي بزاف ديال الصعوبات في حياتك، وملي تكون مستعد باش تعاود لي غادي نسمع لك. وشويه بشويه سارو بقى كيتقرب منهم، وفي واحد النهار داو معاهم في رحله، وسارو بقى كيتعلم الثقافه ديالهم وبدا كيغوت ليهم غير ماما وبابا. وواحد النهار جاتهم فكره يتبناو ولد اخر جديد باش يونس سارو، وهذا الشيء كيبين باللي ولا عزيز عليهم بزاف وما بغاوش يبقى بوحدو، ومشاو للمطار باش يستقبلوا الدري الجديد اللي سميتو مانطاج. وما كانش بحال سارو هذا الولد الجديد كان داز من ظروف قاصحه بزاف، ومره كانوا كيجيوه اضطرابات نفسيه وكان كيبقى يخبش راسو. وفي الليل سارو سمع امو جديده كتبكي ومشى عندها وبقى كيعنق فيها وكيمسح ليها دموعها. ومن بعد ما دازت 20 سنه سارو كبر وطوال، كيبان سارو خارج من البحر ومشى يتعشى مع والديه، وفاجئهم اللي قال لهم باللي غادي يسافر حيت بغى يمشي لشي مدينه يكمل قرايته تما. امو كانت ولفاتو بزاف وما بغاتش، وفي نفس الوقت كانوا كيتسناو خوه مينتاج يوصل ولكن ما جاش. وسارو مشى عنده وصاه على والديه وش الطريق. ملي وصل سارو لهذيك المدينه عاش تما واحد المده وتعرف على هاد البنت اللي سميتها لوسي. وواحد النهار كان عارض عليهم واحد الطالب هندي وتعشاو بماكله هنديه. وملي مشى كيدور في الكوزينه بان له واحد الطبسيل فيه نفس الحلوى اللي كان طالبها من خوه ملي كان صغير. وفي ديك الساعه تفكر خوه وما قدرش يحبس دموعه. وملي رجع عند صحابه قال لهم باللي انا غير طالقها عليكم وانا ماشي من استراليا، وباللي واحد 20 عام باش تلف على عائلته. موراها صحابه عطاوه واحد الفكره يقلب في جوجل مابس على المدينه فين كان ساكن ملي كان صغير. وهو كيقلب في جوجل تفكر امه مسكينه اللي كانت كتضرب عليهم تماره ملي كانوا صغار، وبدا كيبكي. ومشات عنده لوسي وبدات كتواسي فيه. موراها صاروا دا معاه لوسي عند والديه بالتبني وفرحوا بها، وهما جالسين كياكلوا. سالي قالت لهم باللي صاروا كيقلب على عائلته الحقيقيه، ولكن الام ما عجبهاش هذا الشيء وصاروا تعصب على لوسي وطلب منها باش تسد هذا الموضوع. موراها صاروا قال لخوه باللي هما غير متبنيين وماشي خوت حقيقيين. ومين شد الفرشيطه وبقى كيضرب في راسو بقوه الصدمه، وكلهم بقاو كيحاولوا يبردوه. ومن هذاك النهار العلاقه بين سارو ولوسي ما بقاتش كيف كانت. ثالث صدمات من الهضره اللي قال ليها. وسارو بدا بشويه كيبعد على والديه بالتبني، وخدا قرار باش يقلب على عائلته الحقيقيه. وداز بزاف ديال الوقت هو كيقلب ولكن ما وصل حتى لشي حاجه، وديما كيتفكر خوه اللي كبر منه. وجا عنده باه بالتبني وقال له امك مرضات بزاف ملي خليتيها انت ومينتاج. وسارو مشى باش يشوفها، وبالصدفه تلاقى مع لوسي في الطريق. ملي جلسوا كيهضروا قالت له علاش معقد الموضوع، صارحهم وقول لهم باللي انت باغي تتعرف على عائلتك الحقيقيه وهما غادي يفهموك وما غادي يقولوا والو. وتبدلات الافكار ديال سارو، مشى باش يشوف امه وقالت له باللي هي خدات قرار هي وباباه باش ما يولدوش ويتبناو هو وخوه ويتهلاو فيهم وينقذوهم من الوضعيه اللي كانوا فيها. سارو ملي عرف باللي هي قادره تولد دموعه بداو كيطيحوا وشد ليها في يديها، ورجع عند خوه مينتاج وطلب منه السماحه على داك الشيء اللي داز من قبل. ورجع لبيته القديم كيكمل التقلب على المدينه فين كان عايش ملي كان مازال صغير، وقدر يتعرف على المحطه ديال التران اللي تلف فيها اول مره، وبقى كيرجع الذكريات مع الفراشات اللي كيلعب معاهم. وفي الخريطه ديال مابس بقى متبع الطريق اللي كتدي لدارهم حتى قدر يشوف دارهم في الاخير. ومشى فرحان عند والديه اللي تبناوه وقال لهم عمري ننسى الخير اللي درتوه فيا، وقال لهم باللي غادي نمشي نشوف عائلتي. وعنقاتو امو تمنات ليه يلقاهم مزيانين. صاروا شد الطياره ومشى باش يشوف عائلته. وملي وصل لحومته بدا كيتفكر كل بلاصه دوز فيها الطفوله ديالو، وبقى كيحس بزاف باللي هو قريب من دارهم. وملي وصل لدارهم شداتو الصدمه ملي لقاها ولات كوري ومربين فيها المعيز، وتما عرف باللي الامل باش يشوف عائلته تبخر. واحد اللحظه خرجت عنده واحد البنت وبغى يهضر معاه ولكن ما فهماتوش حيت كان كيهضر غير لونجلي. وموراها خرج عنده واحد الراجل. صاروا جبد التصويره ديالو من البسطام ملي كان مازال صغير، وقال له بلي انا كنت صغير عايش في هالدار وتلفت. تما الراجل قال له تبعني نوريك داركم فين كاينه. وملي شافته مو عرفاتو واخا اخر مره شافته هذه 25 سنه. وبدا كيسول فيها على خوه بودا وقالت له بلي مات هذه شحال. ملي كان كيقلب عليك داز عليه التران. وصاروا حزن على خوه بزاف. وموراها شاف اختو اللي خلاها مازال صغيره وبدا كيعنق فيها. موراها اتصل بعائلته اللي تبناوه وقال لهم باللي لقى عائلته وقال لهم باللي عمره ما غادي ينساهم. وصاروا في النهار اللي موراه مشى للسكه كيتفكر خوه كيلعب معاه. وصاروا في الاخير خدا قرار انه يستقر مع مو الحقيقيه وقلب على خدمه تما وبدا كيصرف على عائلته. وهذا هو صاروا الحقيقي مع مو اللي ولداته واللي تبناته. وفي الاخير غادي نعرفوا باللي هذه القصه قصه حقيقيه. وهنا غادي تكون سالات القصه ديالنا. ما تنساوش تخليو لايك وكومونتير الى عجبكم الفيلم.